أهلا بكم. الأفاعي في حضرة الرفاعي. خليل الحية رئيس الوفد التفاوضي لحركة حماس المتواجد في الدنيا. الراجل ده والوفد اللي معاه جماعة اللي كان بسببه إسرائيل ضربت العاصمة القطرية الدوحة، لكن مش كل العواصم العربية دوحة، ولا تقدر إسرائيل تعمل اللي عملته في الدوحة في قاهرة المعز وفي شرم الشيخ وفي الدنيا. بالرغم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو توعد كل العواصم العربية وكل العواصم اللي هتستضيف الجماعة دول إن هو هيضربهم في أي مكان هيتواجدوا فيه، لكن أرض الكنانة، لكن انت في حمى الجيش المصري، لكن ما تقدرش تعمل الكلام ده مع الجيش المصري ولا مع الدولة المصرية. والمخابرات المصرية بترد على نتنياهو رد مباشر أزعج الصهاينة والأمريكان. طلعت خليل الحية والوفد التفاوضي اللي معاه يسجل مع قناة القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ في الشوارع علشان تبعت رسالة إلى كل الدنيا إن مصر هي الدنيا، علشان تبعت رسالة بتقول فيها إن أي حد هيدخل الأراضي المصرية هيكون في أمن وأمان إن شاء الله. مش إحنا اللي بنقول الكلام ده يا جماعة، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول في كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طبعا أرض الكنانة، أرض الأمن، أرض الأمان. بنبارك للشعب الفلسطيني، بنبارك للأشقاء في غزة على المفاوضات الناجحة في شرم الشيخ، بنبارك لهم على وقف الحرب، وإن شاء الله هتعود غزة ريفيرا الشرق، لكن بأيادي فلسطينية، لكن بأيادي عربية، لكن بتمويل عربي خالص. إن شاء الله تنتصر القضية الفلسطينية بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة المصرية. لكل مواطن مصري بقول له رسالة: لك الحق أن تفخر، لك الحق أن تفتخر بأنك تنتمي إلى هذا الوطن، لك الحق أن تفخر يا عزيزي بأنك تنتمي إلى وطن به خير أجناد الأرض، به الجيش المصري العظيم اللي قادر يقول كلمته ويفرض كلمته على الجميع. قالها قبل كده: مياه سد النهضة خط أحمر محدش قدر يهوب ناحيتها. قالها قبل كده: التهجير خط أحمر محدش قدر يهجر فلسطيني واحد من قطاع غزة. قالها قبل كده الرئيس عبد الفتاح السيسي: في ليبيا سيرة الجفر خط أحمر محدش قدر يتخطى هذا الخط. وده طبعا بفضل من الله عز وجل وقوة وإرادة الجيش المصري. تحيا مصر السيسي رغم أنف الحاقدين.